السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا مساء الفل والورد والياسمين والجمال على احلى متابعين في الدنيا. وحشني جدا 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 جدا. هتعملي ايه النهارده يا امونه؟ قبل ما اقول هعمل ايه يا امونه، حابه ان انا اشكر كل حبايب امونه اللي دايما بيدعموها وبيقفوا جنبها. مش عارفه الاضاءه مظبوطه ولا ايه. وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا جدا، وبجد يعني مش قادره اقول لكم قد ايه ربنا يخليكم ليا، ودايما تكونوا واقفين في ظهر امونه بعد ربنا ان شاء الله. وعايزه احيي كل الناس اللي دخلت قناتي جديده على راسي من فوق، والناس القديمه برضو على راسي من فوق، من خارج مصر ومن داخل مصر، كلكم على راسي من فوق حبايب قلب امونه. النهارده هنعمل وصفه حلوه لذيذه جميله كده في المطبخ، هتعجبكم ان شاء الله. بس هو حد يغير المحطه غير عند امنيه وبس. بس مش هقول لكم ايه هي الوصفه غير لما نشتغل مع بعض. يلا بينا على الشغل ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايب امنيه بقى. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى معموله تستاهل بقكم حبايب قلبي. قلنا نغير شويه بقى من الترويق ومن الكنيس والفرهده اللي احنا فيها دي. الواحد خلاص فصل، فقلنا النهارده نعمل حاجه حلوه كده. بصراحه استفزني الموضوع بجد. بنتي رودي طلبت مني من حوالي يعني شويه كده، قالت لي يا ماما انا عايزه معموله من بره. رحت جبت معموله من بره، جبت يعني طبق كده فيه قطعتين دول كانوا ب10 جنيه. ماشي، هم كبار شويه كده بس كانوا ب10 جنيه. بس والله العظيم لا طعم ولا لون ولا اي حاجه، ناشفه جدا جدا جدا. قلت ليه بس يا جماعه كده؟ طب ما انا اعملها في البيت وحبايبي يستفادوا بحاجات مكونات سهله وبسيطه وعلى قد الايد وموجوده في البيت. فيلا بينا على الشغل ونشوف احلى معموله من ايد امونه. يلا. اول حاجه كده بقى ايه، هنجيب مع بعض الطبق اللي هنعمل فيه. انا والله ما كنتش محضره الفيديو هو دي كده بقى فيديو سريع كده، فقلت اعمل مع حبايب امونه. كله لايف كده قدامكم. طبعا الطبق اللي هعجن فيه مغسول وزي القشطه، بس طبعا بما انه برضه لازم امسحه بمنديل كده من اي رفاره ولا اي حاجه. ودي هنعوزها معانا وهنقول ايه. بصوا انا لايف معاكم. تعالي يا رودي سلمي على حبايبي. ازيك حبايبي؟ فين اللايكات؟ بصي رودي لابسه زي ماما ازاي؟ رودي لابسه زي مامي، هي عايزه تلبس زي ماما. يلا بقى قولوا لهم فين اللايك تشجعوا ماما. فين اللايكات؟ لايكات. عايزين نشجع مين؟ امونه. لايكات. اسمعوا كلام رودي. يلا يا رودي عشان الفيديو، عشان حبايبنا الفيديو ما يطولش عليهم. خلاص بقى حبايب امونه، اسمعوا كلام رودي. اللي مش هيسمع كلام رودي هتزعل منه. خلاص. فدلوقتي هنعمل بقى، نسمي بسم الله كده مع بعضينا. تعالوا بقى هنا. يلا بقى حبايب امونه هنسمي بسم الله. الله اكبر الله اعظم. الاذان هيخلص وارجع لكم تاني. بقى حبايب امونه معايا هنا كده. اول حاجه انا قلت ده اقرب مكان للتصوير، يعني الاضاءه هنا على ما اعتقد ان هي واضحه عن هناك. خلاص. فانا اول حاجه كده معايا نص كيلو دقيق، ومعايا الطبق بتاعي حاطه فيه رشه ملح صغننه اهي، ومعايا دي المصفى. خلاص. نتعود قبل اي معجنات لازم ان احنا ندخل الدقيق بتاعنا. فانا همسك كده الدقيق بتاعي وهنخله بالشكل ده. متنسونيش في اللايك بقى. الاضاءة كده تمام. فين اللايك؟ فين اللايك؟ انا عايزه اللي يدخل يعمل احلى لايك. بصوا بقى بندخل الدقيق بالشكل ده اهو، علشان في اي تكتلات في اي حاجه نتغاضى كل الكلام ده اهو حبايب امونه. بندخل كده كل الدقيق اللي عندي. يلا حبايب امونه، خلاص نخلت الدقيق بتاعي بقى زي الفل.
بصوا كده في حبيبات اهي انا ما كنتش عايزاها، خلاص اتخلصت منها. اجي بقى هنا كده، متنسونيش في اللايك. اظبط بس الكاميرا عشان نشوف الطبق كده واضح. انا بقى معايا ايه؟ معايا نص كيلو دقيق. المكونات بتاعتي معايا نص كيلو دقيق، معايا كوبايه زيت، تكون زيت نضيف طبعا، مش ما يكونش ليه ريحه نفاذه. اسفه على المنظر ده بس طبيعي بقى بنعجن والكلام ده. معايا هنا ميه على حسب الرغبه، ميه تكون دافيه زي دمعه العين فطره كده، ما تكونش سخنه عشان ما تموتش العجينه، سوري عشان ما تموتش الخميره. خلاص. طيب هنا انت عامله ايه يا امونه؟ بصوا يا جماعه الكوبايه دي انا حاطه هنا كيس خميره، على الكيس خميره حاطه معلقه سكر، يبقى كيس خميره ومعلقه سكر وشويه ميه دافين، وقلبتهم كويس جدا 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 مع بعض. تمام. وبعد كده غطيتها باي طبق وركنتها في جنب. ده اسمه اختبار للعجين، اختبار بنختبر الخميره بتاعتنا، علشان بدل ما نضيف الدقيق والزيت وكل الاضافات بتاعتنا دي ونيجي علشان كيس خميره بجنيه ما نكونش احنا يعني متاكدين من جودته او من ان هو ممكن يكون الصلاحيه منتهيه، فنبوظ كل الكلام ده عشان كيس خميره بجنيه. فلا، عشان تعملي التست معلقه سكر، شويه ميه، كيس خميره يتدوبوا كويس جدا جدا، نص كوبايه الميه تبقى لحد هنا، تغطي تتفاعل بالشكل ده، تشتغلي بيها وانتي بطنك فيها بطيخه صافي. فدلوقتي احنا حطينا رشه ملح في البدايه، طبعا انتوا شفتوا معايا، معلش لو الفيديو ده هيطول شويه بس هو عشان كذا مرحله يعني. فهننزل بقى بسم الله بكوبايه الزيت بتاعتنا بالشكل ده كده، وهنقلب. طبعا مش هنقلب بايدينا، ما فيش هنا شوكه وسكينه، احنا لازم نقلب بايدينا كده. بس انا بدمج بس كده الزيت. بصوا بقى يا حبايب امونه، هنمسك بقى الدقيق بالزيت بتاعنا. بصوا نبسه، اسمه ايه؟ اسمها مرحله بس. اسمها ايه يا حبايب امونه؟ اسمها مرحله بس. لازم ندخل كده الدقيق والزيت في قلب بعض كده. بصوا نبس، طول ما انتي بتبسي حلوه قوي كده، طول ما انتي بتبسي هتطلع معاكي المعموله ولا اروع ولا احلى من كده. بصوا كده، او واضح اهو في الكاميرا، تبصوا بالشكل ده حبايب امونه كده اهي. ممكن كمان لو المج ده كبير، ممكن لو عندك مج اصغر يبقى افضل، لان انا عندي كده الزيت يعني هو مش كتير، كويس، بس انا بقول لكم يعني ممكن نخف شويه. لو المج ده يبقى كوبايه الا ربع. بصوا بقى يا حبايب امونه، بصوا العجينه اتشكلت اهي معايا، عامله زي حبيبات الرمل، زي ما بتكون الرمله على الشط كده مبلوله. خلاص. طيب هنعمل ايه بقى يا امونه؟ هنجيب بقى بعد ما بسينا كده، هنجيب الخميره اللي انا عامله لها تيست، ما نحطش اي ميه غير لما ننزل العجينه الخميره بتاعتنا. نزلنا الخميره بتاعتنا، نقلب بقى. بصوا نقلب بقى كده، ما نحطش نقطه ميه غير لو العجينه احتاجت. بصوا بالشكل ده كده، تفضلي بقى تعجني. انا بحب ريحه الخبيز في البيت بجد، وبالذات في الشتاء بيعمل كده ريحه حلوه، وبيعمل زي دفء كده، دفء في البيت، معرفش بيبقى حاجه يعني. بصوا الله والله العظيم تحفه. بصوا هنحتاج شويه ميه صغننه كده ونعجن. يعني انا من الناس اللي بتحب المعجنات، تحب تشتغل في المعجنات. بصوا بقى يا حبايب امونه، العجينه اتلمت معايا بالشكل ده. بصوا الجمال اهي، ريحتها، انا بحب ريحه العجينه، وبحب اعمل عجين بصراحه في البيت زي ما قلت لكم. بصوا تديها كده، تعجني كده، تستخسريش صحتك كده في عيالك وفي حاجتك، والله العظيم هتطلع انضف من بره. انا جبت الرناء زي ما قلت لكم، كان طعمها والله العظيم يعني مش حلوه قوي بصراحه، طبعا يا نعمه ربنا، وكانت ناشفه.
طب ليه يعني؟ مش فاهمه بصراحه. بصوا العجينه يا سيدي جميله. هنحطها بقى كده وهنغطيها باي استرتش ولا باي حاجه موجوده عندك اهي. انا اللي ايدي طالتها اهي، هحطها كده عليها اهو، وهحطها اكتر مكان تدفئه في البيت كله فرن البوتاجاز. هنحطها في فرن البوتاجاز ومش هنقف، هنكمل وهنشوف هنعمل ايه مع بعض، لان لسه في مرحله تانية وتالتة وتاكلوا احلى معموله. بصوا بقى يا حبايب امونه، دلوقتي انا حطيت العجينه في الفرن البوتاجاز، هتقعد لها حوالي تلت ساعه كده، نص ساعه ان شاء الله، وهتكون خمرت. هنيجي بقى هنا معايا بوله ماشي، هنعمل بقى ايه؟ هنعمل الحشوه الجميله بقى اللي احنا بنشوفها بره بنبقى عايزين زيها. الحشوه عباره عن ايه؟ عباره عن دقيق سيمولينا، دقيق بسبوسه، ايا كان اسمه ايه، بيتباع عند العطار فرد بالنص كيلو وبالكيلو. معايا ايه تاني يا امونه؟ معانا قرفه، ومعانا ايه تاني؟ معانا شويه سكر. طيب لو انت عندك السيرب جاهز بقى بتاع الكنافه، ممكن تستبعدي السكر خالص وتحطي على الحاجات اللي انا هحطها دلوقتي، مكان ما تحطي سكر هتحطي سيرب شربات يعني. فبما ان انا لسه هجهز الشربات فيها هنحط سكر. فيلا كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هننزل كده بحوالي كوبايه دقيق بسبوسه، وهننزل بشويه سكر كده على حسب بقى الرغبه، بس الحشوه دي لازم تبقى مسكره عشان ما تجيش تاكلي المعموله من جوه تلاقيها دلعه. خلاص انا حطيت حوالي 3 معالق والله ما فاكره. هنقلب بقى كويس جدا اهو، هنقلب بقى كده. والبطل بتاعنا القرفه جميله جدا، وبالذات الوصفه دي عايزه القرفه، بس ممكن اللي ما بيحبش القرفه قوي ما يكترش، يحط يعني شويه صغيره ما يكترش، بس هي القرفه هي يعني جميله بصراحه. نقلب بقى كل الكلام الجميل ده. فين اللايك لاحلى امونه واحلى اسمها ايه معموله كمان. نقلب كده. بصوا القرفه حلوه جدا بصراحه. هننزل بقى كده بالميه. بصوا يا جماعه انا عايزه شويه ميه شويه، مش عايزه حد يعملها لي عجينه زي ما كنا لسه عاجنين كده، لا انا عايزاها تبقى زي حبيبات الرمل، فاهمني؟ منديه. الغرض منها ايه؟ هنشتغل بايدينا زي الفل طبعا اهي. الغرض منها ايه؟ بنديها كده عشان لما نيجي نحشي بيها المعموله في النص ما تقعش مننا، يبقى الحشوه ماسكه نفسها ما تقعش، فاحنا بنديها كده. بصوا شويه صغننه كده بنديها اهي بالشكل ده اهي. بصوا عامله ازاي اهي، عامله ازاي زي الفل بونو. خلاص كده بقى انا هركنها على جنب، ويلا بينا نعمل مع بعض احلى سيرب. ما تنسونيش في اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يدخل بسرعه اشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم. يلا بقى حبايب امونه، خلصنا العجينه حطيناها في الفرن بتخمر، خلصنا الحشوه، يلا بينا نعمل مع بعض احلى سيرب واحلى شربات زي ما بتسموه من ايد امونه وبس. يلا بينا هنجيب كده مع بعض الولاعه، وهنجيب الحله بتاعتنا. خليكم معايا احلى متابعين في الدنيا. هنجيب بقى ايه معانا؟ هنجيب معانا كده السكر، هنعمل بقى احلى شربات. هنجيب بس كوبايه. بصوا حبايب امونه بقى، هنحط هنا كوبايتين كده سكر او كوبايه ونص، الكوبايات دي كبيره. هنعمل بقى الشربات اهو. هنقول كوبايه ونص، لو الكوبايه بتاعتك صغيره على كده خليها كوبايتين، وقدامهم بقى نحط كوبايه ميه، يبقى كوبايتين سكر من الحجم الاصغر من ده، قصادهم كوبايه ميه بالشكل ده كده، ونولع عليهم على البوتاجاز
وايديكي ما تتمدش في قلب الشربات عشان ما يسكرش منك. ايديكي ما تتمدش في قلب الشربات عشان ما يسكرش منك. طيب هنعوز ايه تاني يا امونه؟ هتحتاجي ايه تاني يا امونه للسيرب؟ هنحتاج نص عصرة ليمونه مش اكتر من كده. بصوا حبايب امونه، هنحط احنا ضفنا كده خلاص السيرب، هنسيبه ايدك ما تتمدش فيه، هيغلي مع نفسه كده حوالي 10 دقايق. بعد كده هتحتاجي نص ليمونه هتعصريها قبل ما تطفي ويكون السيرب بتاعك جاهز. وبعد كده ندخل في المرحله اللي بعد كده مع احلى معموله مع امونه. ليمونه برده ما تكونش صغيره، احنا عايزين بس يا دوبك كده ايه نص اهو صغنن كده. بصوا يا حبايب امونه بقى اللي عنده معلقه عسل جلوكوز ممكن يضيف معلقه في المرحله دي، هتخليه جميل جميل جميل. بس انا بصراحه عندي بقى خلصان، فاللي عنده يضيف معلقه هتفرق جامد، واللي ما عندوش برده كويس. بصوا بقى يا حبايب امونه العجينه، هنطلع بقى العجينه مع بعض. بصوا العجينه خمرت وبقت زي الفل اهي، بصوا حلوه جدا. ومعايا بقى الصينيه اللي هشتغل فيها والحشوه بتاعتي كله كده تمام. الشربات خلص وحطيته ورا على الرخامه لان لازم المعموله تخرج من عشان لازم المعموله لما تطلع من الفرن وهي سخنه نسقيها شربات على طول بارد، لازم تاخدوا بالكم من الملحوظه دي. خلاص هننزل بقى كده الهواء اللي في العجينه عايزه اللايك، وهناخد نص العجينه وهنسيب النص التاني في الصينيه بتاعتنا كده ونفردها بايدينا كده. بصوا كده حبايب امونه فردتها كده في الصينيه. هنزل بقى بالخلطه بتاعتي او يعني ايا كان سموها اهي، عشان بقى الفيديو ما يطولش عليكم. هوزعها كده في الصينيه وهفرد الجزء التاني ونرجع بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. متنسونيش اللايك الحلو والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل حبايب امونه. بصوا بقى حبايب امونه انا كده خلصت خلاص. بصوا اهي الصينيه بتاعتي زي الفل. هجيب بقى هنا شويه لبن او حليب بالشكل ده، هحط فيه رشه قرفه صغيره بما ان الحشوه فيها قرفه. بس انا كنت بحط على الوش بيض. في ناس دخلت لي قبل كده في القناه الاولانيه قالوا لي يا امونه عايزين حاجه غير البيض لان احنا ما بنحبش البيض، فانا قلت لهم حاضر على عينيا. فبدل البيض هجيب شويه لبن عاديين خالص، ولو عندك قهوه سريعه الذوبان حطي شويه، ما عندكيش شويه قرفه اللي موجودين عندك. فانا بما اني عاملاها بقرفه فانا هحط كده شويه قرفه صغيرين كده على الوش خلاص. واقلب بقى ده كده اللي احنا هنحط عليه السمسم يعني علشان الوش يبقى ايه احمر وزي الفل اهو. بصوا خلاص هنقطع بقى التقطيعه اللي انت عايزاها اهو. هتقطعيها بقى قطع سمبوكسات زي ما انت عايزه. هكمل وارجع. بصوا بقى حبايب امونه انا قطعتها كده التقطيعه اللي تناسبك وتريحك اعمليها. اسفه بجد لو الفيديو ده طال عليكم، بس بجد غصب عني لان اكتر من حد طلب مني المعموله وانا كان لازم طبعا انفذ طلبكم، فعملتها باستفاضه على قد ما اقدر برضو علشان توصل المعلومه صح. فانا دلوقتي معايا القرفه على اللبن، اللي حابب البيض يحط بيضه على شويه فانيليا وشويه برضو قهوه سريعه الذوبان او قرفه هتبقى زي الفل. هنعمل كده ما تملاهاش ميه، احنا يا دوبك كده عايزين عشان السمسم يلزق بتاعها اهو بالفرشه بتاعتك كده. وعايزه احلى لايك علشان دي عظمه. بصوا بقى شويه سمسم عظمه يا امونه، عظمه على عظمه على عظمه على عظمه جميله والله العظيم، تستحق التجربه. طبعا انا مولعه الفرن على 180. هنحطها في الرف التحتاني اللي تحت لحد ما تاخد اللون. بيبان اللون ازاي يا امونه؟ بيبان اللون من الجناب. بعد ما بتاخد اللون اللي من تحت نطفي من تحت ونولع الشوايه، هتبقى احلى معموله. ونرجع نشوف احلى معموله مع امونه. بصوا بقى يا حبايب امونه دلوقتي انا خلصت احلى صينيه في الدنيا. بصوا الجمال
بصوا بصوا هي مش محروقه طبعا، بصوا واخده اللون، بس سخنه نار. بصوا بقى ولا الطراوه بتاعتها. بصوا حبايب امونه، بصوا قد ايه طريه. بصوا طريه 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 وجميله جدا. لما تيجي كده نشيل قطعه مع بعض وندوقها. بصوا الجمال. لا الكلام كبير، الكلام كبير. بصوا المعموله، بصوا الحشو، بصوا يا جماعه، بصوا تحفه تحفه، بس مسكره، السكر بتاعها طلع زياده. يعني هي جميله جدا ودايبه وكل حاجه فيها جميله، بس سكرها طلع زايد شويه. بس انا عندي جوزي بيحب الحاجه مسكره، فبالنسبه له تبقى كويسه، بس بالنسبه لي انا سكرها زايد شويه. بصوا بقى، بصوا الجمال، ايه رايكم؟ بصوا هنقول ايه؟ بس هنقول عظمه والله يا امون. تاخدوا جميله.